في بداية يوم هادي في مساكن الشيراتون بالقاهرة، عامل نظافة داخل يبدأ شغله اليومي في حديقة عامة. لقى شاب نايم على الأرض. في الأول افتكره نايم من التعب، لكن لما قرب لقى الأرض غرقانة دم مخلوط بالطينة. المنظر كان صدمة. بسرعة اتصل بالشرطة اللي وصلت فورا. لقوا جثة شاب في أوائل العشرينات، مقتول بطعنات في البطن والظهر، ومضروب بحاجة صلبة على راسه، ومش معاه أي أوراق تثبت هويته ولا حتى موبايل. وبعد 3 أيام من البحث وصل بلاغ من القناطر الخيرية عن اختفاء شاب اسمه محمد عزيز بنفس مواصفات الجثة. محمد طالب متفوق في الفرقة التانية بكلية الهندسة، ويوتيوبر صاعد عنده طموح كبير في عالم المونتاج والجرافيك. محمد كان محوش 25,000 جنيه، مبلغ كبير بالنسبة له، وتعب فيه جدا عشان يشتري لابتوب بمواصفات عالية. شاف إعلان على تطبيق أوليكس لواحد عارض لابتوب بلقطة وبسعر مغري جدا. محمد ما جدبش خبر، واتفق مع الراجل يقابله في مساكن الشيراتون. محمد نزل وهو فرحان انه اخيرا هيجيب اللابتوب اللي بيحلم بيه، وقال لوالدته ان رايح يقابل البايع. لكن الاعلان في الحقيقة كان فخ من تشكيل عصابي مكون من 2، حسين واحمد، من منطقة عين شمس. المجرمين دول اختاروا حديقة شيراتون بالذات لانهم عارفين انها ما فيهاش كاميرات مراقبة وهادية جدا بالليل. اول ما محمد وصل حاولوا يثبتوه وياخدوا منه شنطة الفلوس بالإكراه، لكن محمد قاوم. كان خايف على تحويشة عمره وتعب سنين. صرخ وحاول يدافع عن نفسه، فكان الرد من حسين انه طعنه في صدره وفي بطنه بغل عشان يسكته. المجرمين خدوا 25,000 جنيه والموبايل وسابوا محمد بينزف لحد ما فارق الحياة، وهربوا من المكان بسرعة. في بداية التحقيقات الشرطة اتحركت بذكاء، بدأت تدور في كل خيوط النصب اللي حصلت قبل كده، ووصلوا لبلاغ من تاجر في الإسماعيلية كان هيتنصب عليه في نفس المكان وبنفس الطريقة. ومن هنا قدروا يحددوا هوية حسين وأحمد وقبضوا عليهم. وفي التحقيقات من البجاحة كانت في اعترافهم انهم ما كانش عندهم مانع يقتلوا اي حد يقاومهم عشان ياخدوا الفلوس. القضية راحت لمحكمة الجنايات اللي اصدرت حكم بحبس الشابين المتهمين بالسجن 15 عام لكل منهم. ورغم ان الحكم صدم الناس اللي كانت مستنية الاعدام، الا ان ده كان القصاص القانوني وقتها بناء على سن المتهمين. محمد عزيز مات وساب حلمه، بس القصاص رجع حق أمه اللي كانت مستنياه يرجع باللابتوب، فرجع لها في كفن. والقصة دي درس لكل واحد بيشتري من الانترنت: بلاش تقابل حد في مكان مهجور، وبلاش تروح لوحدك وانت معاك مبالغ كبيرة، لأن الغدر ملوش أمان، ولازم نخلي بالنا كويس جدا. ودي كانت قصتنا النهاردة، ولو عجبتكم ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة.